عزيزي الزبون، لما تجي بدك تقعد على الكرسي اللي بدك في طريقه بتقعد فيها. يعني مثلا ما بزبط تيجي تحط اجرك هيك ترمي حالك رمي على الكرسي وكانه بدك تنتحر ولا بدك تعمل عمليه شو اسمه. في طريقه كلاسيكيه واتيكيت وبريستيج، يعني تيجي بتحط اجرك هيك بعدين بتقعد على الكرسي، تحط اجرك بكل هدوء وتحافظ على الكرسي. طبعا احنا مش خايفين عليك، احنا خايفين على الكرسي لانه بطريقتك هي رح تكسر الجنب، تمام؟ بعدين كلمة اسف ما بترجع، بنرجع منها بالطريقة هاي. ثانيا لما تيجي تقعد ما تعمل لي هيك احلق لي، كيف بدي احلق لك؟ انا بدي اشتغل ميكانيكي، بدي انام تحت الكرسي حتى اطول الرقبة تبعك. تقعد بالطريقة هاي، جلس ظهرك هيك، تعتز بنفسك، وكانت كمان تعمل مش مشكلة، اهم شيء يكون ظهرك جالس، ما تعمل هيك. كيف انا بدي اميل حالي معك حتى احلق لك؟ طريقة هيك، والله ما بدها شيء، يعني تقعد على الكرسي هيك تكون مجلس ظهرك عشان اعرف اشتغل لك. لما احكي لك نزل راسك تقدر، اما لما تكون عامل هيك نزل راسك كيف بدك تنزل راسك؟ وبس، يعطيك العافية. هي كثير بنعاني منها، يعني يا ريت يوصل الفيديو لكل زباين الصالونات عشان يعرفوا قد ايه احنا بنعاني من طريقة الزبون لما بيجي يقعد على الكرسي برمي حاله وبدعس على الدعاسة بعدين برمي حاله، او بعمل هيك، او بده يعمل هيك، بده ينام وهو يكبس في التليفون يقول لك احلق لي ظبط لي. وبس، يعطيكم العافية.